عايز اقول اسماء عشان ما انساش، لكن واضح ان هم مجموعه رائعه اذا كان فيتو او غير فيتو، عشان بس محمد علي ما اتلخبطش. هم ده المنال وخالد غنيم ومسعد من كل الموجودين. مش عايز بعتذر لو انا طبعا مش حافظ كل الاسامي. رجال التربيه والتعليم الموجودين، اسره اللواء ان شاء الله، ناجي انس ايضا اللي يعني بيحاول يحسسنا ان لقاءاتكم معانا دايما لقاءات عائليه. فدائما حقيقي بيشرفنا باسرته الجميله اللي بندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يبارك له فيها ان شاء الله تعالى. بشكر مصباح دويك، بشكر مجدي عياد، بشكر الاستاذ محمود مصطفى، بشكر اخي وصديقي ياسر سيف، يعني الصديق القديم. وبطمنكم بقول لكم والله 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 مصر لن ينال منها احد لاسباب بسيطه. حاجه منتهيه. ان اللي قال ان اهل مصر في رباط الى يوم الدين ده الصادق الامين النبي صلى الله عليه وسلم. اللي قال خير اجمال الارض ايضا سيدنا محمد، لا مرشد ولا غيره ولا كذاب من هنا ولا كذاب من هنا ولا كل ده منتهي، امر محسوب. وارجعوا للتاريخ، حتى مصر لما انضمت مع السودان ما تغيرش اسمها وبقى اسمها جمهوريه شمال افريقيا، لا بقى اسمها ايه؟ مصر والسودان. فمصر في امان ان شاء الله بفضل حمايه ربنا سبحانه وتعالى، ثم جيشها العظيم اللي له كل تحيه وتقدير، وشرطتها الباسله القائده الداعمه للشعب المصري واعلامها المحترم. مصر بشبابها، بس معلش اقول للشباب حاجه، مش عايزين نجري ورا شعارات ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب. شباب لوحده زي الخيل الجامح، قوه رهيبه، محتاجه اللجان، محتاجه خبره الكبار. فاوعوا تنقادوا ان الشباب نعم، الشباب هو القوه الضاربه للوطن، ولكن بدون خبره تصبح قوه تفكك الوطن. عشان خاطر نسمع بعيون العقل. المؤامره مش اخوانيه ولا سلفيه ولا كلوليه، المؤامره اكبر من كده بكتير. المؤامره مؤامره امريكيه خسه وخسيسه، ايديها القذره، تمويل قطري، انتاج تركي. اما اسرائيل برميمه امريكا. عشان كده المؤامره كبيره. عشان كده عايزين نرجع لكتاب ربنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كلنا ايد واحده، جيش وشرطه وشعب قدام اي معتدى على مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا. نشكر الاستاذ الدكتور سمير النيلي، ونرحب بالساده الحضور، نرحب بالساده الاعلاميين، نرحب بالمهندس جمال زقزوق، نرحب بالساده السياسيين، بالقيادات التعليميه. وكلنا عارفين ان احنا دلوقتي القيادات الامنيه برضو عشان تامن الاعياد، والقيادات التعليميه قدوم او طبعا الامتحانات على الابواب كلنا عارفين. وبنشكر جميعا بالحضور السيد الاستاذ محمود قطب مدير مركز قصر ثقافه الشرقي بما قام به من اجراء بالحياه الثقافيه في المجتمع السكندري. ايضا تم اختيار الاستاذ ياسر سيف الدين كافضل محاضر لهذا العام. ايضا باسمكم جميعا نرحب ونكرم ابنتنا نور المصريه كافضل مشاركه في الحفلات الوطنيه.
جمعية أبواب السعادة وحاضر بها الأستاذ ياسر سيف، فليتفضل الجميع. الأولى السيدة نعمة حمد الله تتسلمها عنها الأستاذة حياة. الأستاذة ميرفت إبراهيم سلطان. الأستاذة هبة محمد نجيب. الأستاذة إسراء أحمد عبد الصبور. الأستاذة شريفات سعد. الأستاذ أسامة محمود الشهادي. الأستاذ محمد غبارة. الأستاذ أيمن محمد عبد الغني. الأستاذ شادي عبد اللطيف خميس. الأستاذ صبحي لمعي صديق. الأستاذ جابر أحمد صديق. الأستاذ أيمن روماني. الأستاذ عمر عبد الرحمن عوض. الأستاذة صباح حسن مكاوي ويتسلمها عنها الأستاذ شريف محمود نيابة عنه. برضك عليك. طبعا احنا مش عارفين الاسم اللي جاي ده نكرمه عشان قياده سياسيه ولا قياده
الخدمية ولا مجهوداتها في هذه الدورة الأستاذة سحر صابر أحمد. الدكتور وفيق محمد عامر. دكتور سارة مشي. السيدة هدى أحمد. الأستاذة هدى أحمد. الأستاذ أيمن محمد عبد الغني. الأستاذ أشرف ربيع عثمان. ثانية أحمد علي. طب انتوا ايه رأيكم؟ نكرم الأم ولا نكرم الابن؟ الاثنين؟ طب نسمع لهم سقفة بس. انتوا عارفين الابن اسمه ايه ولا اقول لكم؟ الابن اسمه السيسي على فكرة. سيسي احلى سيسي. لو سمحتوا ده اسمه السيسي الاستاذ ياسر سيف. سيسي ياسر سيف. نقف يا جماعة عشان السلام الوطني. طيب جدا.